حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل غدانا مع بعض، حاجه سهله جدا. بصوا انا هنا عامله رز بالشعريه وعامله صينيه بطاطس بالسجق. يا رب الفكره تعجبكم. وقبل ما نخش على المطبخ ونبدا، احب اقول لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا عندي في القناه. واقول لكم يلا بينا على المطبخ بسرعه ونشوف هنعمل غدانا في 10 دقايق ازاي. حبايب قلبي، السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى نعمل غدانا مع بعض خفيف جدا، مش هياخد وقت. بصوا انا مخرطه بطاطس وقطعه رنشات وفلفل. هروح على البوتاجاز بس ثواني بس اخلص دي. دخلت لكم على الوصفه على طول وبجهزها كمان. بصوا نروح هنا على البوتاجاز اهو. هولع العين ومعايا هنا نص كيلو سجق. عايزه اجيب بس معلقه كده. في ايه هنحط بس ايه شويه زيت صغيرين. العين دي رخمه، هنقل على العين التانيه بس. هبتدي بس اسخن الزيت ده شويه. طبعا عايزه اقول لكم قبل ما نخش في الوصفه كده، اللي ما عمليش لايك يعمل لي، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك. ويا رب الوصفه تعجبكم وتجربوها وتحطوا لي كومنت جميل كده زيكم. ابتدي بقى بصوا اسخن الماده الدهنيه، انزل معاهم بس انا بس عايزاه ياخد صدمه وبعد كده هشيله واوريكم انا هعمل فيه. انا هعمل صينيه بطاطس بالسجق. حبايبي بقى كده بصوا انا كده بقى بعد ما اديته الصدمه دي كده هطلعه بالمنظر ده. في نفس الطاسه دي هنزل بالبصله، عملتها بالمقشره بتاعت البطاطس كده. اقلبه كده، احط بقى عليه ملح وفلفل اسمر. مش هكتر البهارات طبعا، عشان انتوا عارفين ان السجق بيبقى كله بهارات، بس انا بحب الفلفل الاسمر يعني. كده اقلب كده. هزود بس الزيت شويه بس كده. شوح دي كده. بس بقى هنزل عليها تاني. معايا هنا قرن فلفل. بصوا اوريكم ده مش حراق يعتبر من الفلفل ده. الفلفل ده ما بيبقاش حراق زي الرومي. هنزل دي كده كده. اقلب. اسرع غدا هتعملوه. بعدين صينيه البطاطس بالسجق دي بتبقى خفيفه. كنت عايزه اعملها مكرونه وفي الاخر قلت ايه خليها بطاطس وخلاص. هنا معايا كام حبايه بطاطس اهم خلطتهم. هبتدي كل ده اقلبه مع بعض كده. بص مفيش، بس البصل حرق العين جدا اهو. بص بقى هبتدي بقى اظبط الصينيه كده واشوف ملحها، عشان ايه هقطع السجق كل واحده 2 ولا حاجه، مش عايزاه سليم كده، وهحطه على الوش وبعدين اوريها لكم. حبايبي بصوا بقى انا حاطه نص كوبايه ميه او كوبايه. هبتدي حطيت فيها معلقه صلصه كده، هبتدي ادوبها. هنزل الاول معايا شرايح طماطم وهحطها على الوش. انا كنت هستكفى بشرايح الطماطم، بس قلت ايه احط معلقتين ميه او معلقتين صلصه في الميه اللي انا هحطها بس كده. هبتدي احط بصوا غدا الغدا سريع وما بياخدش وقت وما بوقفكش كتير في المطبخ اهو. نحط شويه ميه كمان وكده يبقى الوصفه الاولى بتاعتنا خلصت كده. يبقى السجق خلاص كده. هبتدي بقى ايه اغطي عليه كده بس واسيبه. نبتدي بقى نعمل مع بعض الرز. هبتدي بقى كده احط ايه معلقه سمنه بلدي كبيره على معلقه زيت. انا حاطه الزيت اهو ماشي. هي هتسيح مع بعضها دلوقتي. بصوا بقى انا بحط هنا معايا بالكوبايه دي. بصوا بحط كوبايه شعريه كده
او كوبايه وربع. انا بحب الشعريه كتير يعني. على قد ايه؟ على 3 كوبايات رز. انت طبعا على حسب ما انت هتعملي، كل واحد على حسب عدد اسرته. انا هنا بحمر الشعريه في الزبنه والزيت كويس عشان خاطر ايه؟ ما تبقاش لونها ابيض كده ومش ايه ومش حلو. ماشي، نبتدي بقى نحمر كده بالراحه. حبايبي بقى بصوا لونها بيوصل لأنهي درجه. هبتدي بقى ايه؟ اغسل الرز واجيبه احطه عليها. حبايبي بقى هنا نزلت بالرز. بصوا بقى احط ايه؟ 3 معالق ملح. ابتدي بقى ايه؟ اشوح فيه قوي. كل ما تقلبي فيه وتشوحي فيه الرزايه تتشرب من السمنه وما تعجنش. تمام كده؟ ده اللي مش عارفين يعملوا رز. طبعا كل اللي معانا الامامير المسكرين اللي معانا دول بيعرفوا يعملوا رز. صح يا ملك؟ ملك كمان بتعرف تعمل رز. ابتدي بقى اقلب بس كده لحد ما يتشوح مع بعضه. عايزاه يتحمص شويه. بصوا هبتدي اقلبه كده هو كده يتحمص شويه. بصوا سامعين؟ طبعا كل كوبايه رز مصري عليها كوبايه ميه. انت بقى مش عارفه مثلا عادي. انا عشان بعمل بالوام كده، وطبعا بعمل كل يوم اكل ورز والكلام ده، فانا عارفه المعيار بتاع الرز بتاعي. هو كده عايز شويه كمان وكده خلاص. هبتدي اقفل عليه وخلاص. قصدي هغطي عليه يعني. بس كده كده الرز بتاعي زي الفل. هبتدي بقى اغطي عليه وخلاص. حبايبي بصوا كده هي استوت بقى. انا هدخلها تحت الشوايه تاخد ايه لون. بس كده. بصوا على الرز برضو. معلش بقى بصور بايد واحده اهو. بصوا هبتدي اوطي عليه بقى خلاص اتشرب. حبايب قلبي بصوا الرز كده اهو اتشرب. وطيت عليه استوى. بصوا الحق كده الرز انا هقفل عليه خالص. والبطاطس هتطلع من الفرن واوريكم الاكل بعد ما يخلص. ثواني بقى كده. عايزه اقول لكم الريحه وهم والله. هو السجق عامه انا بحبه. بحس كده ان النكهه بتاعته حلوه. ومش اي حد طبعا تجيبي من عنده السجق، حد مضمون. بصوا بقى المنظر ولا احسن من كده. الغدا بتاعنا اتعمل في ثواني وما وقفناش في المطبخ. يا رب الفكره تعجبكم وتجربوها. هقول لكم باي باي.